طبعا هسه انا بالفندق بواشنطن، قبل ما اطلع دا اشوف هواي بيجات كرديه عربيه مدري منو، الكل دا يحكي ها فلان سوى له الفيزا، ها فلان مدري شنو، فلان سهل الامور. وحق كل حرف بالقران ولا سياسي وقف لي بهذا الموضوع كائن من يكون. اللي فادني واللي قدرت اطلع الفيزا هي شهرتي. بيوت وسيارات ايجار، بيتي بربيل ايجار، سياره ما عندي ودا اشتغل اعلانات وقاعد بخير والحمد لله والشكر. لا حد يظل يقول دا ينطوه فلوس ويطلعوا له الفيزا. ماكو سفاره بالعالم يخابرها واحد يلا طلعوا لي فيزا لهذا، لا وامريكا كافي لهنا وبس. البيجات العربيه والكرديه وكل شخص، لا سياسي لا مدري منو. اني كل اللي كنت اريده كنت محتاج اقعد بمكان امن، رحت الكردستان والعراق هسه هم امن الحمد لله والشكر. بس انا قاعد بكردستان، قاعد ايجار، ما عندي سياره، ما عندي بيت ملك، كل شيء ما عندي. فكافي تحجون هيك وبالاخير تقولون انا تعبت بالفيزا واشهر اتعب واشتغل على الموضوع، وبالاخير تقولون فلان سوى لك وفلان ومدري منو. ولا واحد سوى لي شيء، ولا واحد سوى لي شيء بتعبي وبجهدي.